يا مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتوا طيبين والوان العيد الكبير الجميلة. زي ما انتي شايفة كده معايا شعر ابيض بنسبة عالية جدا. شعر كان ابيض وكانت العميلة بتعمل دايما الوانات بني، فطبعا الشعر بيديها اللون ده. طبعا كان حاجة كويسة قوي. انا عايزاكي تبصي كويس قوي معايا في الشعر ده وتتعلمي اللي انا هقوله بالظبط. هنا رحنا اول حاجة تعمليها لما تشوفي الشعر الابيض، تجيبي اكسجين مائي من الصيدلية تركيز 10%، تحطيه في بخاخة وتروحي ترشي الشعر كده بالشكل اللي انت شايفاه ده بالظبط. احنا هنا دي اسمها عملية تخصيب لون. يعني ايه تخصيب لون؟ يعني بنخلي اللون يستقبل الصبغة وفي نفس الوقت الابيض ما يلمعش، كمان الوقت يستمر اكتر. بعد ما خصبت اللون وسبته 20 دقيقة على الشعر بالاكسجين المائي، سبت الشعر وما غسلتوش تاني خلاص. بدأت اروح احضر الباودر بتاعي والاكسجين 20% علشان هنشتغل على شيب. خدت شوية من مقدار الباودر بتاعي وقده مرتين من الأكسجين 20% زي ما تعودنا علشان نعمل خصل. هنا احنا في الكورسات وكنت بوري البنات الحالة دي نقدر نعمل ايه ونضرب عصفورين بحجر ازاي زي ما تعودنا. كمان عملنا لون بجد بجد هتتفاجئوا بجماله وبشياكته، بس عايزاكي تركزي كويس قوي اللون كان عامل ازاي. اخدنا المقادير بتاعتنا ورحنا قلبناها كويس مع عامل الحماية بتاعنا زي ما تعودنا. عامل الحماية يا جماعة عبارة عن ترميم نوعه كويس جدا وفي نفس الوقت بيفرق 180 درجة في حماية الشعراية. انتوا عارفين ان انا بحب احافظ على الشعر. نوع الترميم ده اسمه بونا روز، متوفر في، هبقى انزل لكم عنه دعاية ان شاء الله قريب. هنا رحنا بقى اشتغلنا وكنت بعلمهم ازاي يخصلوا. خدنا خصلات حلوة متوسطة علشان كنا عايزين كمية كبيرة جدا من الخصل علشان تدينا اللون الفاتح قوي، وفي نفس الوقت كمان بعد كده لما الشيب يطلع الخصلة بتضاهي معاه، فبالتالي ما بيبقاش واضح قوي. العميلة هتبطل معاناة ان هي تروح وتيجي على صبغ الجذور. يعني من الاخر كده لو كان عندك شيب بالنسبة دي، افضل حاجة ان انت تعمليها ان انت تعملي خصلات كتير جدا جدا للعميلة، او العميلة نفسها تقرر نفس القرار. هنا مش بس انا بعلم حد موجود في الصالون بيشتغل، لا، انا بعلم ست البيت كمان ازاي تختار الالوان اللي تناسب شعرها. الشيب النهارده بقى معقد ناس كتير جدا، ما تقلقيش منه، ممكن ان شاء الله ليه حل، بس للاسف حل مؤقت. يعني ممكن نقعد شهرين 3 4 بدون ما نصبغ، لكن مش اكتر من كده. زي ما انتي شايفة كده بدأت أوريهم تقسيمات الشعر وباخد كم كبير جدا جدا من الخصل، وبعد كده هم اللي هيكملوا الشغل مش أنا. شوفي بقى ازاي بنخصل. بناخد كده زي الزجزاج خصلة بخصلة. تعمدت ان انا اعرض من ورا علشان كنت عايزة الخصل تبقى كتير جدا في الشعراية، والشعر ما شاء الله كان معانا كثيف بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بس بجد النتيجة طلعت وهم. التخصيب يا جماعة مهم جدا لو هتعملي اي لون في الابيض. لو هتفتحي ما تخصبيش، لكن لو هتخصبي ما بتفتحيش. يعني معناها التخصيب ده ان انا بنعش الشعراية وبخلي الشعر يستقبل اللون بكل بساطة، وفي نفس الوقت اللون بيعيش اكتر في الشعر. يعني كده من الاخر بنخليه كده يجري فيه الدورة الدموية كده علشان ياخد اللون صح. هنا كنت بقول لهم ان ازاي نفرغ الهواء علشان اللون يسحب افضل يعني من اي حاجة، وفي نفس الوقت ما يديناش اورنج. بصي كده هم اللي بيشتغلوا دلوقتي اول مرة تعمل خصل في حياتها وطلعتها بتفوق ما شاء الله، وكانوا بيساعدوا بعض. بجد اللي عايزة تاخد كورسات بجد انت بتكسبي مكسب كويس جدا، لان حتى لو انت كوافيرة انت بتكتسبي خبرة ومهارة، وفي نفس الوقت يعني بتاخدي التكنيكات الحديثة كلها. انا هنا كنت بعلمها وانا بمسك ايديها كده. حبيت اوريكم برضو ازاي بنتعامل وازاي بنوصل البنوتة كده او العميلة لحاجة ان هي تقدر تطلع كل حاجة على اكمل وجه. مش مهم في الاول ايديكي تكون بطيئة او لا. هنا كنت بعلمها تاخد الخط من فوق بدون ما تلطش الجذور او عند ارضية الراس. وكنت برضو قاعدة اقول لها لا، وزعي كويس زي ما انت شايفة، تفرد العجينة وما تبخليش على الشعر. اوعي تبخلي على العميلة بالمواد بتاعتك او تبخلي على الشعراية، لان الشعراية لو ما تشبعتش عمرها ما هتديكي نتيجة كويسة.
هنا كنت بقول لها خطك مش مظبوط لازم تسويه. الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا، اتعمدت ان انا اسيبها لكم علشان تتعلمي بدقة. لازم تكوني الفينش بتاعك هو اهم حاجة، لازم الشعر يطلع معاكي كده حاجة كده جميلة، الزبونة او العميلة تقوم مبسوطة، تكون حاسة ان هي عملت حاجة واتبسطت، وتفرحي قلبها دايما، علشان الناس بتبقى جاية تدفع فلوس علشان تفرح وتتبسط. فانت طبعا عليكي عامل كبير قوي في اسعاد الناس. الموضوع مش صعب ابدا، زي ما انت شايفه كده طبقت الخصله بسلاسه وما شاء الله. بقول لهم مزيد يا رب من التفوق والنجاح. هنا رحنا جهزنا بقى عشان نعمل 2 في 1، جبنا 6.00 و6 على 71 وازرق. 700 دي انا اسفه مش 700، انا اسفه مش 600. اخدت 7 على 00 عبوه كامله تقريبا نص ونص، يعني اشقر متوسط طبيعي مركز. اشقر طبيعي مركز لازم للشيب تستخدمي اي حاجه يليها زيرو، سيان 600 700 زي ما انت عايزه. اللون الطبيعي خدنا منه زي ما انت شايفه نص عبوه ونص عبوه. بعدين رحت جبت 6.71 معناها اشقر غامق شوكولاته رمادي، يعني مش محمر، لا كافيه كده، حاجه كافيه كده تدينا لون جميل وتدينا شويه على خضار كده، يعني لون زيتوني شيك قوي كده. هنشوفه في الاخر مع الارضيه بتاعته شكلها قد ايه جميل. اخدنا من اللون البلو، اخدنا منه تقريبا عقله صباع. بعد كده دمجت الصبغات كويس جدا لوحدها بدون الاكسجين. الخطوه دي مهمه جدا علشان تركيبات الالوانات تندمج في بعضها. بطفي الميزان قبل ما احط الاكسجين علشان اعمل الخليط بتاعي كويس جدا. بعدين هفاجئك مفاجاه لازم تحطيها برضو مع اللون، هتديكي بجد لون حكايه وروعه. جربيها ومش هتندمي، وهي فيتامين كويس جدا للشعر. هشوقك شويه قبل ما اشتغل. هنا رحنا حطينا عيار ونص من الاكسجين، يعني لو 100 جرام صبغه هياخدوا 150 جرام اكسجين، لان الصبغه بتاعتي كانت متطلبه ان انا احط الجرام عليه جرام ونص. حطيت برضو اكسجين 20%، لان التعامل متفقين مع الشيب ان هو يكون باكسجين 20، ما ينفعش اروح ل 30 ولا 40 ولا اي حاجه، يا 10 يا 20%، و20% يكون افضل علشان اللون ما يغمقش قوي منك. هنا دمجته، وبعدين حطيت شويه من مسحوق البن، معلقه بن عادي من اللي بنشربه فاتح، اذا كان محوج مفيش مشكله، بس الفكره ان البن ده بيكون بيطفي لمعه الشيب، بيخلي الشيب يغيب اكتر. في نفس الوقت يا جماعه بيدي الشعرايه انها ما تبقاش حمراء، ما يديش لون محمر للشعر، يعني بيخلي اللون كده حلو قوي. وممكن تستبدليه بالنسكافيه البلاك عادي، يعني لو معلقه نسكافيه بلاك. صدقيني بطلع لك بكل الاسرار علشان خاطر تتعلمي. انا عايزاكي تتعلمي، وبجد حتى لو ما جيتيش الكورسات انت احاول افيدك بالفيديوهات زي ما انت شايفه. هنا رحنا نصبغ الروت زي ما انتم شايفين كده 2 باي 1 علشان ما نمرش بمراحل كتير. هو زي ما تقولوا كده ضربة عصفورين بحجر. محتاجه تدريب شويه بايدك ان انت تقدري تطلعي الدرجات بدون ما الخصل تتزحلق منك، يعني دربي ايدك ومشي ايدك، مفيش مستحيل، هتقدري تتعلمي باذن الله. هنا انا مزومالك الكاميرا قوي علشان تقدري تتعلمي، ويا رب بجد اكون بفيدكم. ولو بيعجبكم الفيديوهات مش عايزاكم تنسوا ان احنا نشير لعدد كبير من الناس. انا عايزه الكل يتعلم، الكل يعمل شغل صحيح، الناس تطلع مبسوطة، علشان بجد تبقي انت كمان سعيدة بشغلك وبعملك، وان انت بتطلعي شغل على ما يرام. هنا زي ما انت شايفة بعد ما دهنت الجذور بقى كلها، رحت اخدت خصلة بخصلة وبدأت امسجها في الشعراية علشان ما نهدرش من الصبغة بتاعتنا. يعني الكمية الصبغة اللي انا حطيتها كانت كافية جدا للشعراية. اعملي مساج كويس جدا وغذي الشعراية، وما تنسيش المنبت اللي بيكون فوق الخصلة. بعد ما خلصت هنا بيصوروا طبعا، بدأت أبص كويس جدا على الروتس بتاعتي سحبت لون ولا لأ، وببص على الشعراية لقيتها لسه شوية، فقفلت عليها وسبتها. سحبت معايا لدرجة 9 ونص، وبعد كده رحت شلتها من على الحوض. وخلي بالك من تركاية مهمة، ان انا بعد ما بنزل المية على الخصل بسيب الصبغة في الجذور، وبعدين بقلبها في الشعراية تاخد كده مع بعضها. طبعا زي ما انت شايفة اللون مش محتاج كلام، يعني حاجة كده بلاتيني مع اللون الزيتوني او الرمادي الجميل التحفة، حاجة كده قمر.
بقول للبنات اللي اشتغلوا معايا تسلم ايديكوا، خصالكوا هايله هايله بجد، تسلم ايديكوا. يا ريت كلنا نتشطر زيهم بجد، امارات. وان شاء الله يا رب اسمع عنكم سمع خير، وتروحوا كده وتعملوا الالوانات الحلوه اللي زي عملتوها معانا في كورس الاحتراف. هنا العميله لمت شعرها وقالت لي لا 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 صوريني كده. بصوا بقى حاجة جميلة وحكاية. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. كلنا شايفين الابتسامة على وشهم هم قاعدين واحنا بنصور، وبجد كانوا مبهورين بنتيجة ايديهم. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وكل سنة وانتم طيبين.